عايز لابتوب يشغل لك احدث الالعاب باداء عالي وتمنتج فيديوهاتك بدون تهنيج وكمان يكون قوي للدراسه والشغل والبرمجه؟ ما تقلقش يا صاحبي، في الفيديو ده جبت لك افضل اللابات من 7000 ل 20000 هتديك اقوى اداء وباقل سعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صاحبي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. لو جيت تدور على لابتوب مناسب للالعاب وكمان المونتاج هتلاقي موديلات كتير واصدارات اكتر، وده يخليك محتار ومش عارف تختار. لكن ما تشيلش هم يا اخويا، لان بعد بحث طويل جدا جبت لك افضل اللابات في الفئة دي اللي تقدر تلاقيها في اي مكان تقريبا، وبتقدم اقوى قيمة مقابل سعر. سواء عايز لابتوب للجيمنج او المونتاج او الشغل او الدراسة هتلاقي هنا اقوى الترشيحات بالسعر ده، مش هتلاقي حاجة احسن منها. وقبل ما ابدا الفيديو يا صديقي ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتقدر الاهالينا المستضعفين في كل مكان. يلا بينا يا صاحبي على الفيديو بتاعنا. ملحوظة يا صديقي ان في الفئه دي ترشح لك لابات استيراد مش جديده، لان افضل خيار في الفئه دي هي اللابات الاستيراد. هبدا باللابات الاقل سعر لغايه ما نوصل لاغلى لاب معانا، واول لاب معانا حبيب اخوك هو الديل بريزيشن ام 4800. انا هتكلم عن نسخه اللاب اللي جايب معالج اي 7 4800 ام كيو. اللاب جايب شاشه 15.6 انش بدقه فول اتش دي، وجايب كارت شاشه كي 2100 ام. الكارت ده بيجي ب 2 جيجا في رام جي دي ار 5. وعلى فكره مش كل الاصدارات من اللاب ده بتيجي بنفس الكارت، في اصدارات من نفس اللاب بتيجي بكارت اي ام دي فاير برو ام 5100. بس عموما الكارتين بيجوا ب 2 جيجا في رام جي دي ار 5. الكروت دي مصممه اكتر لشغل الجرافيك والتصميم والمونتاج، وده ما يمنعش ان هم هيدوك اداء كويس في الالعاب. اللاب ده بيدعم رامات لغايه 32 جيجا دي دي ار 3، فاحنا ممكن نجيب رامات 8 جيجا هتكون كويسه لحد ما، وبعد كده تبقى تصورها ل 16 جيجا. وبالنسبه للمساحه يا صاحبي هنجيب اللاب باس اس دي 128 جيجا واتش دي دي 500 جيجا. وعيب اللاب ده يا اخويا هو وزنه كبير شويه، لانه وزنه حوالي 3 كيلو. عموما يا صاحبي انا في الفيديو ده مش ههتم بالشكل والحجم، لا ههتم بيه والاداء فقط. وعلى فكره يا صاحبي تبريد اللاب ده كويس جدا. طب ما تيجي اقول لك المنافذ والوصولات اللي في اللاب جايب 4 منافذ ساتا 3، وهتلاقي فيه مخارج اتش دي وفيجا ديسبلاي بورد، وفي مدخل سماعه ومايك منفصلين. تعال نقول لك مميزات اللاب وعيوبه. اولا اقول لك مميزات اللاب. اول ميزه انه هيديك اداء ممتاز مقارنه بسعره في المونتاج والشغل، وهيديك اداء كويس برضه في الالعاب، والشاشه بتاعته بجوده كويسه، وخامات اللاب قويه وبيجي بهيكل متين، زاد انه جايب تبريد احترافي. وعيوب اللاب ده بقى هيبقى بان وزنه تقيل شويه. وبالنسبه لسعره هتلاقيه من اول 7500 ل 8000. السعر ده هيكون مع رامات 8 جيجا وهارد 500 جيجا واس اس دي 128. ولو حبيت تزود اي حاجه من دول السعر هيزيد شويه. السعر هيختلف من مكان للتاني، بس لو زاد عن السعر ده كتير بلاش تجيبه. وعلى فكره ده افضل لاب في الفئه ديت بدون منازع. تعالى بقى تاني لاب معانا هو الديل بريسيشن ام 6800. يعتبر نفس اللاب اللي فات بس مع اختلافات بسيطه، زي انه اللاب ده جايب حجم شاشه اكبر وكارت شاشه افضل. ده افضل لاب بسعر 8000 جنيه. اللاب ده جايب شاشه 17.3 انش بدقه فول اتش دي. لاب كويس جدا وبقدم قيمه مقابل سعر. وبالنسبه للمعالج اللي في اللاب ده بيجي بنفس المعالج اللي قلناه في اللاب اللي فات اللي هو اي 7 4800 ام كيو. معالج رباعي النواه بيجي ب 4 كور و8 ثريد، وبيجي بكارت شاشه انفيديا كوادرو كي 3100 ام. الكارت ده جايب 4 جيجا في رام بجي دي ار 5. وفي اصدار تاني من اللاب بيجي بكارت اي ام دي فاير برو ام 6100 اللي جايب 2 جيجا في رام جي دي ار 5. لو جبته باي كارت من دول مع اس اس دي 128 وهارد 500 جيجا ورام 8 هتلاقيه في حدود 8000 ل 8500. ده افضل لاب مقارنه بسعره، وما لقيتش اي لاب بنفسه لغايه ال 10500. طب يا حوده انا عايز لاب بسعر 10000 جنيه، هرشح لك نفس اللاب برضه بس مع كارت انفيديا كوادرو كي 5100 ام. الكارت اللي جايب 8 جيجا في رام جي دي ار 5. مشكله اللاب ده يا صديقي ان وزنه تقيل شويه واتقل من ام 4100، لانه وزنه 3 كيلو ونص تقريبا. وفي نفس المخارج والمنافذ الموجوده في اللاب اللي فات. زي ما قلت لك انه ده افضل لاب في الفئه من 8000 لغايه 10500 او 11000 كمان. تعالى بقى لثالث لاب معانا، واللاب ده مختاره لاصحابنا اللي بيتنقلوا كتير، هو الديل لاتيتيود اي 5580. اللاب بيجي بمعالج كور اي 7 7600 يو، وجايب كارت شاشه نفيديا جي فورس 940 ام اكس. الكارت ده جايب 2 جيجا في رام جي دي ار 5. واللاب ده بيجي بشاشه 15.6 انش. فبالنسبه للمنافذ والمخارج اللي فيه بيجي بثلاث منافذ ساتا 3 ومنفذ تايب سي، وجايب مخرج اتش دي وبعض الاصدارات فيها مخرج فيجا. اللاب تبريده كويس لحد ما، لانه جايب مروحه تبريد واحده. وزنه خفيف مش تقيل يعني سهل التنقل بيه، والبطاريه بتاعته بتقعد فتره كويسه. اللاب وزنه 2 كيلو جرام تقريبا. ونيجي بقى لسعره. لو جبناه باس اس دي 128 جيجا وهارد 500 جيجا ورامات 8 هتلاقيه في حدود 11500 ل 12000. تعالى بقى الرابع لاب معانا الا هو الديل بريسيشن 7510. اللاب ده جايب شاشه 15.6 انش. غالبا الشاشه بتيجي بدقه فول اتش دي، والشاشه بتكون اي بي اس. وبعض الاصدارات من اللابتوب ده يا صديقي جايب شاشه لمس، وجايب معالج انتل كور اي 7 6820 اتش كيو. وفي اصدارات تانيه جايب معالجات مختلفه بس انا هتكلم عنه. جايب المعالج ده، وجايب كارت شاشه كوادرو ام 2000 ام. كارت جايب 4 جيجا في رام جي دي ار 5. واللاب بيدعم رامات لغايه 64 جيجا دي دي ار 4. فاحنا ممكن نجيب برامات 8 جيجا مع هارد 500 جيجا اتش دي دي واس اس دي 128 جيجا. تعالوا اقول لك المخارج والمنافذ اللي في اللاب جايب 3 منافذ ساتا 3 ومنفذ واحد تايب سي، في مخرج اتش دي ام اي ومخرج ميني ديسبلاي، وطبعا في مدخل مايك وسماعه منفصلين. تبريده كويس جدا لانه جايب مروحتين، يعني هديك اداء كويس في التبريد. اللاب ده خفيف وسهل التنقل بيه. ونيجي بقى لسعره هتلاقيه في حدود 13500 ل 14000. تعالى بقى الخامس لاب معانا هو الديل بريسيشن 7720. ده افضل لاب حرفيا بسعر 18000
تقريبا. لاب كويس جدا وبقدم قيمه مقابل سعر. ومواصفات اللاب كالتالي: اللاب بيجي باصدارات كتير جدا زي اغلبيه اللابات اللي ذكرناها، بس هنتكلم على الاصدار اللي جاي معالجين الكوره 7 7820 اتش كيو، وجايب كارت شاشه كوادرو بي 3000. الكارت ده جايب 6 جيجا في رام جي دي ار 5. اللاب ده عامل لغايه 64 جيجا رام دي دي ار 4، بس احنا هنجيبه برامات 8 جيجا وهارد 500 واس اس دي 128. ومن مميزات اللاب انه جايب شاشه كبيره نسبيا، لانه جايب شاشه 17.3 انش. الشاشه بدقه فول اتش دي. في بعض الاصدارات من اللاب ده بتكون شاشه لمس، بس هيكون اغلى شويه من الشاشه العاديه. ومن مميزات اللاب ده انه التبريد بتاعه قوي جدا، ومشكلته ان وزنه تقيل نسبيا، يعني لو اتحرك كتير مش هيكون افضل خيار، لانه وزنه 3 كيلو تقريبا. طب ما تيجي اقول لك يا اخويا ايه المنافذ والمخارج اللي موجوده في اللاب. اللاب جايب 4 منافذ ساتا 3 ومنفذ تايب سي، وجايب مخرج اتش دي ومخرج ميني ديسبلاي. دي تقريبا كل حاجه انت محتاج تعرفها عن اللاب. وهتلاقي سعره بيبدا من 18000 ل 19000، يعني اللاب ده بيقدم قيمه مقابل سعر. ولو معاك برضه لغايه 20000 اللاب ده هيكون افضل خيار، بس مع الاصدار اللي بيجي بكارت شاشه اقوى شويه. طب بقول لك يا حود، انا محتاج لاب في حدود 20 او 21000 برضه، بس يكون وزنه خفيف وسهل التنقل، وكمان يديني اداء كويس في الشغل والمونتاج. اقول لك يا صديقي، افضل خيار ممكن تجيبه هو الديل بريزيشن 3530. لاب كويس ومناسب ووزنه خفيف، لانه وزنه حوالي 2 كيلو تقريبا، يعني سهل تتحرك بيه. وجايب شاشه بدقه فول اتش دي، والشاشه دي اي بي اس، وبعض الاصدارات بتيجي الشاشه لمس. اللاب ده بيدعم رامات لغايه 32 جيجا دي دي ار 4. احنا هنجيبه رامات 8 وهارد 500 واس اس دي 128. هتلاقي اللاب في حدود 20 ل 21000. دي كانت افضل اللابات اللي تناسب الشغل والمونتاج والدراسه، وكمان هتديك اداء مقبول في الجيمنج. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عندك اي استفسار عن اللابات سيبه لي في الكومنتات وهرد عليك باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام يا صديقي.